السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. إحنا هنا فين؟ إحنا هنا في موقع استراتيجي مهم جدا في بيت الوطن، الحد الفاصل ما بين الحي السادس والحي الرابع اللي هو عنده النادي الأهلي. لو بصيتوا ورايا هتلاقوا النادي الأهلي. النادي الأهلي زي ما أنتم شايفين موجود على شارع النوادي، وموجود ما بين في وش الحي الرابع مباشرة، وعلى الحدود الجنوبية للحي الرابع بين الحي السادس والحي الرابع. في ظهري شارع النوادي، والجزء ده الحد الغربي، الجزء يعتبر الشمال الغربي بتاع الحي السادس، ده اللي في ظهري شمال الغرب اللي هو ده الحد الشمالي الغربي بتاع الحي السادس، وهو في نفس الوقت الحد الجنوبي الغربي بتاع الحي الرابع. الحي السادس والحي الرابع من الاحياء المهمه، والموقع الاستراتيجي بتاعهم متميز جدا وممتاز، وبنحاول قدر المستطاع اللي احنا صورنا لكم فيديوهات كتيره عنهم بالفعل قبل كده. وفي نفس الوقت الحي السادس من الاحياء اللي اتبنت بنسبه كبيره، والحي الرابع حرف الكي من المناطق اللي في الحي الرابع اللي اتبنت بنسبه كبيره. زي ما انتم شايفين هعيد واكرر، بيت الوطن من المناطق اللي مستقبلها حلو قوي، شغل فيها شغال، صبرنا كتير عليها، لكن مستقبلها جميل، متميزه. كل حاجه فيها بتقول انها تكون حاجه حلوه، محتاجه صبر. والدليل على كده انها بتغلى، الدليل على كده ان في شركات كتير بتخش فيها وبتستثمر فيها. لكن واحنا بنختار في بيت الوطن لازم نبقى عارفين هنختار ايه، هنختار فين، هنختار مين، هنختار ازاي، هنختار عقود عامله ايه. انا بس اللي استوقفني وانا بصور الفيديو، لو خدت بالكم هتلاقوا عربيه شرطه كمين واقفه، يعني خلاص بداوا يتابعوا، وبدات عربيات المرور تنزل بيت الوطن. المهم، زي ما انتم فاهمين وعارفين كويس جدا ان احنا بنتكلم عن بيت الوطن بشكل قوي، لان انا عارف تفاصيلها وفاهم ايه عيوبها وايه مميزاتها. عشان كده دايما بنصحكم وبقول لكم لو حد بيقرر يشتري فيها يرجع لي، لو حد بيقرر ياخد في بيت الوطن يرجع لي، هفيده كتير. خصوصا ان بيت الوطن بتتطور وهينزل فيها كومباوندات في الفتره الجايه بتاعت فيلات جوه الفيزون نفسه. لو حد محتاج اي نصيحه مستقبلا في اي حاجه بياخد قرار، سواء في بيت الوطن نفسه في السيبريت او داخل الكومباوند، ما ياخدش قرار الا لما يكون مركز في نقط مهمه قلتها كتير. محتاجين اي معلومه واي تفصيله ارجعوا لي. دمتم بخير. كان معكم محمد المهدي، ولا تنسوا الدعاء لاخي عبد الله بالرحمه والمغفره.